السيد ناصر بوريطة يتباحث بموسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. تابعوا الفيديو. والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الخميس بموسكو مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ويندرج هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي وقعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس فلاديمير بوتين في مارس 2016. وأشاد الوزيران بالزخم القوي الذي أضفاه عليها قائد البلدين، حيث تواصل رؤيتهما تقوية وتوجيه هذه الشراكة التي أبلغت أوجها. كما عبر الوزيران عن ارتياحهما للمستوى الجيد لمباحثاتهما ولدينامية الحوار والتعاون التي تميز العلاقات المغربية الروسية، وجدد التأكيد على إرادتهما المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى بما يستجيب للانتظارات والمؤهلات التي يحظى بها البلدان. ومكنت هذه المباحثات أيضا من التطرق بعمق لسبل تطوير العلاقات الثنائية من خلال الاستغلال الكامل لمؤهلات البلدين واستثمار الصداقة التاريخية والتعاون المثمر اللذين عمل على تقويته، الذي يترأس الجانب المغربي فيه نظيري المغربي والرئيس المشارك الروسي هو ديمتري باتروشيف. فأجندة مكثفة ونحن نتطلع إلى نتائج إيجابية. أشرنا أيضا إلى مستوى متقدم وعالي للتفاعل في المجالات الأخرى. قبل كل شيء ذلك يخص مجالات إنسانية مثل التعليم، فيتلقى علوما تقريبا 4250 مغربيا في روسيا الاتحادية. هناك اهتمام بتلقي علوما في روسيا، ونحن سندعم هذه النزعة الإيجابية وسنكون منفتحين على استقبال الراغبين في التعليم في روسيا. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم تهم إحداث لجنة عمل روسية مغربية بين وزارتي الشؤون الخارجية بالبلدين، وستتولى هذه الهيئة جرد حصيلة الشراكة وصياغة مقترحات لتحديد محاور جديدة للتعاون ذات قيمة مضافة عالية من أجل تعميق العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها. ومن جهة أخرى اتفق الوزيران على إرساء حوار سياسي منتظم وضمان تتبع مشترك للاتفاقيات المبرمة، وذلك بهدف إعطاء زخم جديد للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا. وفضلا عن ذلك استعرض السيدان بوريطة ولافروف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. وتندرج هذه المباحثات في إطار الحوار المتواصل والاتصالات المنتظمة بين الوزيرين سواء في المغرب أو في روسيا أو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال زيارته لموسكو سيترأس السيد بوريطة بشكل مشترك مع نائب الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين. يذكر أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش شهدت العلاقات بين المغرب وروسيا ازدهارا ملحوظا، وقام جلالة الملك بزيارتين لموسكو في أكتوبر 2002 ومارس 2016 توجتا بإبرام شراكة استراتيجية ثم شراكة استراتيجية معمقة. بدوره قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للمغرب في شتنبر 2006. Qui est toujours très chaleureux. Je me souviens aussi de la dernière fois en 2002, je crois, où j'avais eu le plaisir de vous rencontrer dans cette même pièce. Спасибо большое за теплый прием. Я второй раз приезжаю в этот раз в Москву.